نعم نعم. ليونيل ميسي في ابو ظبي مرة اخرى. لدينا طاقم التحكيم المصري ابراهيم نور الدين 43 سنة. طبعا يدير مباراة اليوم بين الكبيرين، بين الاسطورة ليونيل ميسي وبين ايضا نجم منتخب الامارات التاريخي علي مبخوت، افضل هداف في تاريخ الارجنتين وافضل هداف في تاريخ منتخب الامارات ودوري الامارات والطاقم المصري. هذه المسه يا علي، المسه، تاكد هل هو بشر مثلنا، هل هو بشر مثلنا مثل ما فعل طبعا بوفون عندما طبعا وضع يده على راسه وقال بعد ذلك جملة الشهيرة: كنت أريد أن أتأكد هل ميسي بشر مثلنا. وطبعا هو بشر مثلنا، ما في شك في ذلك، ولكن موهبته هي التي تختلف عن كل لاعبي كرة القدم في العالم. هذه تشكيلة الأرجنتين. نبدأ بالضيف مارتينيز في المرمى، فويث، أوتاميندي، ليزاندر يشاركوننا نقل أحداث هذه المباراة التاريخية. كلما وصلت الكرة تصل للظهير الأيسر أكونيا، هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للمكان الممتاز. كرة فيها سرعة كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبد الله السهيل خارج الملعب. رمية تماس، لاعب خبير ولاعب شاب صغير 19 سنة أمام نيكولاس ميسي، والكرة من ضربة ركنية تلعب خطيرة لمنتخب الإمارات في الكرة في هذا المكان. الدقيقة الثامنة، العرضية الخطيرة مرت من أمام بالفانيلة الجديدة. كرة تلعب خطيرة للأرجنتين، ولكن برافو 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 ريال مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما هكذا في لحظات يشعرك ليونيل. حلوة 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 حلوة، الله، بدون خوف بدون خوف بدون خوف باتجاه علي مبخوت عند حارس المباراة بلا خسارة. كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد ميسي يرسلها ويسجل. الأرجنتين تسجل، الأرجنتين تسجل الهدف الأول من الفاريز. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق، نحن طبعا المساحات الموجودة. الفاريز، جوليان الفاريز مع جوارديولا في السيتي يسجل هدف الدولي الثالث في مباراة الدولية رقم 2. هذا دي ماريا، وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام والكرة إلى ضربة ركنية. أحد تصاريف السحرية منتخب الأرجنتين. كرة عالية بهذه الصورة تبعد في الأولى، في الثالث قائمة الآن عن طريق دي ماريا. كرة تلعب بهذه الصورة والمحاولة مستمرة. يقولون إن كنت معي فكل الكون خلفي، فكل الكون لصالح الأرجنتين. تلعب عالية، إبعاد، تسديد، الله الله، دي ماريا الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون. نعم، الكرة لعبت أنخيل دي ماريا، هذا اللاعب الحاضر أكونيا، ماركوس أكونيا هو اللي جاب العرضية ظهير أيسر، لكن والكرة فيها محاولة المرور. ميسي يسدد واصطدته. هذه النظرة مش فات كل المسافات، ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في النقطة الماضية. طبعا الأرجنتين المصنف الثالث عالميا بعد البرازيل وبعد بلجيكا، ومنتخب الإمارات المصنف رقم 70 على المستوى الدولي. كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة هدف ثالث للأرجنتين وأنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف الثالث للأرجنتين، الثاني الشخصي بالنسبة له، والآن وصل دي ماريا إلى 27 هدف. ليونيل ميسي يأتي بكرة في المكان السليم، شوف كراته بالملي، هذا اللي معذبنا في الشوط الأول. كرة تلعب للأمام وميسي بالراس، لكن خالد عيسى سأقول لأحفاد دائما يفكرون في ميسي. مرور، التسديد، الله يسجل. وأنا قلت تسجيل الأهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، نعم هدف رابع للأرجنتين على منتخب الإمارات الوطني.
داخل منطقة الجزاء. طريقة المراوغة بالمناسبة، أخذ اثنين من لعيبتنا بلعبة واحدة. عينك لا مفروض خطيرة. فرصة الماضية، كرة تبعد الآن. بدأت في أول 17 دقيقة بصورة جيدة. بعد ذلك كانت لنا محاولة هنا طبعا الأهداف. جوليان الفاريز عند الدقيقة 17 أنخذ بخير. الشوط الثاني من المباراة الودية التاريخية لمنتخب الإمارات، واحد من أفضل لاعبتنا. الله كان ممكن يدونها للتاريخ، كان ممكن يسجلها للتاريخ. كرة جميلة خذوت، لكن حارب الله مرة أخرى. ومنتخب الإمارات نعم حارب. تكافئ هذا الشاب على أداء جيد في مباراة اليوم خطيرة في الكرة الماضية. مفترض أن اتحاد كرة القدم كرة تصل عند خالد عيسى كبير. هذه انطلاقة الآن للأمام، محاولة خطيرة والكرة ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الأرجنتيني، الهدف الخامس للأرجنتين في مرمانا بعد مرور ربع ساعة. سجلوا علينا الشوط الأول بعد 17 دقيقة، وسجلوا الآن هدفهم الأول في الشوط الثاني بعد الدقيقة رقم ربع ساعة، بعد 15 دقيقة. هل نحن اللي سجلنا في مرمانا أم سجل خواكين كوريا؟ هذه الكرة من أبي بول في الكرة الماضية، وهنا المحاولة نعم سجلها اللاعبين. الله حلوة هدف. كان ممكن تسجل يا كايو، كان ممكن تسجل لأن العمل كان حلو. حلوة تكمل. الله كان ممكن جدا نسجل. لعبة ليما في الكرة الماضية. نحن رونالدو عشاق المنتخب الأرجنتيني، وبالتالي المباراة اليوم نضيع كرات كانت لنا، وتسديدة من جانب ميسي خارج أرضيته. أيضا في روسيا لم تفعل الأرجنتين شيئا، وبعد ذلك شراء التذاكر. شوف السعداء هنا في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي. من عمر مباراة اليوم ضربة حرة مباشرة تحط بصورة جيدة من جانب ميسي خارج أرض الملعب. الداخلية تذكر هنا. الله حلوة، حطها مرة ثانية، حطها هيا. مرة أخرى لمنتخب الإمارات التسديدة، لكن فرصة ما تضيع يا كايو. اي والله ما تضيع، لا ما تضيع. مهما قلت ومهما شرحت ومهما فسرت ما تضيع. وما كان إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة اليوم يعلنها الآن، ينهي المباراة. وما بين لاعبو الإمارات وما بين ليونيل ميسي أيضا الكثير من الأحاديث التي حضرت في مباراة اليوم. مباراة للذكرى لا شك في ذلك. نعم فازت الأرجنتين بخماسية، خسرت الإمارات بهذه النتيجة. قدمنا في بعض الفترات في مباراة اليوم حضورا كان جيدا، وربما من لفت الأنظار كل الأنظار، وكان خطيرا في مناسبات كثيرة. هو حارب عبد الله السهيل الذي مرة أخرى له ولأمثاله ولبقية الزملاء أيضا